النهاردة فيديو من الفيديوهات المهمة في سلسلة جيمرز توك، علشان احنا هنتكلم عن لعبة عليها جدل كبير قوي ما بين ناس شايفة انها لعبة ناجحة ورهيبة جدا، وناس شايفة انها لعبة ما تستحقش النجاح اللي هي وصلت له ده كله. لعبتنا النهاردة هي لعبة This is Trending. يلا ندردش شوية عنها. قبل ما ابتدي دردشة عن اللعبة لازم احكي لكم تجربتي الشخصية معاها. لما الجزء الاول نزل انا اشتريته، وعلى فكرة سبته عندي سنتين ما لعبتوش، وده بسبب الكلام اللي انا سمعته، زي ان هي لعبة توصيل، طول اللعبة انت بتشيل صناديق وتمشي ولا بلا بلا. وعلى فكره الكوميك بتاع شيل صناديق هات صناديق ودي صناديق هذا صحيح. الكوميك ده فعلا بيتكلم عن اللعبه بالظبط، وده كان سبب من الاسباب اللي خلتني ما العبش اللعبه، ولحد ما انا ما لعبتها لوحدي واكتشفت ان كان فايتني عظمه من نوع فاخر. وبالمناسبه انا بعمل فيديو الدردشه ده بعد ما لعبت جزئين وقفلتهم، وفي بدايه الدردشه في حاجات في اللعبه دي لازم نركنها على جنب، زي مثلا الكلام على الجرافيك. مبدئيا لو انت ما تعرفش هيدو كوجيما فانت فايتك كتير. هيدو كوجيما واحد من الناس اللي بتعمل جرافيكس عظيم جدا في كل اعماله. لو من 10 سنين هتلاقي اي لعبه من العابه الجرافيكس بتاعها في حته تانية، حاجه زي ميتال جير سوليد مثلا، ولذلك احنا هنركن جزء الجرافيكس ده على جنب. واول حاجه حابب اتكلم فيها هي الجيم بلاي. جيس وات، هي فعلا لعبة توصيل صناديق، بس عايزك تبص معايا على الصورة بشكل كامل وما يبقاش نظرتك محدودة على الجزئية دي فقط. اللعبة بتقدم لك عالم منتهي بشكل حلو قوي وبصورة مختلفة جدا، لا تقولي بقى زومبي ولا وحوش ولا الكلام ده. وعارف ان قصة اللعبة معقدة جدا، علشان كده دايما بقول ان اللعبة دي مش لأي حد الا لو قررت انك تجازف وتلعبها. كنبذة مختصرة عن قصة اللعبة، وصدقني لما اقول لك انها نبذة مختصرة جدا كمان، لان مهما اتكلمت مش هعرف احرق لك. وهي انك بتلعب بسام بريدجز اللي بيحاول يوصل شبكة أمريكا الافتراضية ببعضها بعد انهيار العالم وظهور شيء جديد اسمه This is Trending. ومن الحاجات المبهرة في اللعبة كمان هي استخدام ممثلين كبار ومعروفين جدا. ومش بس كده، لو هنتكلم من الناحية التقنية فهو ناحية وشوشهم بشكل تقني مرعب. تعال بقى اقول لك اللي انت عايز تسمعه عن اللعبة. اللعبة مملة؟ مملة فعلا يا سيدي، ولكن في جزء معين فقط من اللعبة بس. لو وقفت عند النقطة دي هيبقى فايتك كمية تنوع في القصة والأسلحة والمهمات الجانبية اللي فيها مكافآت عظيمة. واللعبة فيها كمية أفكار غريبة بس هم نفذوها بشكل جميل. وده مثلا إن في كائنات اسمها البيتيز بتموت لما تضربها بطلق مرشوش بدم سام. نيجي بقى لأهم جزئية في اللعبة واللي أنا كنت سايبها للآخر، وهو الأونلاين في اللعبة دي، واللي يعتبر متسجل كبراءة اختراع للعبة دي فقط. أونلاين غريب. عارف أنت لما نيجي بنتكلم بمنطق أنا موجود بس مش موجود، هو ده بالظبط الأونلاين بتاع اللعبة دي. الأونلاين بتاع اللعبة تفاعلي قايم على مساعدة اللعيب الآخر. يعني أنت مثلا لو ماشي في حتة فيها جبل، في حد تاني قبلك وصل في المكان ده فمثلا ساب سلم، فانت ممكن تستخدم نفس السلم هيظهر في العالم بتاعك علشان تعدي، وهكذا. مش عايز احرق لكم كتير من الافكار الاونلاين. وكمان الليفل اب بتاع اللعبه بيكون واقف على اللايكات اللي بتاخدها من اللعيبه التانيين، فمحدش يجي يقول لي انا هلعب اللعبه بس ما عنديش اونلاين، لانك فعلا مش هتقدر تستمتع بيها. وده غير طبعا انك بتقدر تبني طرق، ومش لوحدك، بيكون معاك لعيبه تانيين بيساعدوك بماتيريالز عشان تقدر تبني ده. الجزء التاني على فكره الموضوع توسع فيه بشكل كبير، وهنا تكون وصلنا لنهايه الفيديو. ولكن انا عندي نصيحة اخيرة قبل ما اختم الفيديو ده، هو بلاش انك تدي ودنك لاي حد يقولك بلاش تلعب اللعبة الفلانية واللعبة الفلانية. فعلا جرب بنفسك، ولو جربت ومليت اصبر شوية وادي اللعبة فرصة تانية، صدقني مش هتندم. سلام، واشوفكم في مراجعة جديدة، وما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب.